سمعتها بتتكلم مع واحد في الموبايل وبتقوله: أرجوك بلاش الفضايح، انت كل اللي عايزه الفلوس، وانا وعدتك ان انا هجيب لك المبلغ المطلوب حالا. هو انت للدرجة دي ما عندكش ضمير عشان تفضح واحدة وتخرب بيتها؟ عينيا وسعت من الصدمة، وكان هين عليا ادخل اجيبها من زمارة رقبتها، بس فجأة حسيت ببنتي وهي بتحضني وبتقول بصوت عالي: يا ماما يا ماما تعالي بسرعة، بابا جه. لقيت مراتي خارجة من أوضة النوم والتوتر واضح جدا على ملامحها. قربت مني وقالت لي وهي بتحاول تحضني: انت جيت يا حبيبي؟ قلت لها وانا ببعدها عني: جيت. مالك كده شكلك مش على بعضه ليه؟ قالت لي بتوتر: لا ابدا، بس انت جاي بدري عن ميعادك يعني. قلت لها قدرك بقى، عشان اجي واسمعك وانت بتخونيني يا سفلة. لقيتها بتقولي: عمر انت بتقول ايه؟ ما درتش بنفسي غير وانا بضربها بالقلم وبقول لها: اخرسي، اوعي تجيبي اسمي على لسانك القذر ده مرة تاني، انت طالق. قالت لي وهي مصدومة: حرام عليك يا عمر، ازاي تهد بيتنا بالسهولة دي؟ ارجوك اديني فرصة افهمك الموضوع. قلت لها: افهم ايه؟ ما الموضوع شرح نفسه، انا اللي غبي وصدقت الوش الملائكي، وانت في الحقيقة شطانة. اخرجي برا، مش عايز اسمع حسك ولا اشوف وشك. وفتحت الباب ورميتها برا. فضلت تصرخ وهي بتقولي: طب اديني دنيا بنتي، ارجوك يا عمر. قلت لها: بنتك مش هتعيش مع واحدة قذرة زيك. فضلت تصرخ وتعيط، وانا قعدت منهار وحاطط ايدي على وداني رافض اسمع منها اي كلام. ودنيا بنتي فضلت تعيط وتقولي: انت وحش يا بابا، انت ضربت ماما وخليتها تعيط، انا مش بحبك، انا عايزة اروح مع ماما. زعقت فيها وانا بقول لها: اخرسي، امك ماتت وما تقوليش كلمة ماما دي تاني. وفضلت قاعد مش قادر استوعب ان البيت الجميل اللي كان مليان راحة وحب ودفى اتهد في لحظة. قد ايه انا كنت مخدوعة فيها وعايش وانا فاكر نفسي في الجنة. انا عمر، عندي 35 سنة، متجوز من احلام، اتعرفت عليها من حوالي 10 سنين. كانت زميلة اختي هدى الانتيم، وكانت بتيجي عندنا كتير. وقتها انا كنت لسه متخرج، وفكرة السفر هي اللي مسيطرة عليا. بس امي كانت رافضة لاني ابنها الوحيد، وما كانتش عايزاني اسيبها لوحدها هي واختي. قالت لي: يعني بدل ما تشوف لك عروسة وتتجوز وتفتح بيت وتخلينا اشوف عيالك، عايز تتغرب وتسيبنا لوحدنا؟ قلت لها: طب ما انا مسافر عشان اكون نفسي واتجوز يا امي. قالت لي: ومين قالك ان اللي بيدخل متاهة الغربة بيعرف يخرج منها تاني يا ابني؟ لو عايز تتجوز اجوزك ست البنات. قلت لها: وست البنات هترضى بيا ليه؟ وانا لا حيلتي شقة ولا فلوس، هترضى بيا على ايه؟ هتتجوزني صدقة يعني؟ قالت لي: لا، شقتك اهي يجري فيها الخيل، 4 أوض وصالة، واختك بكرة تتجوز وتسيب لك اوضتها، وانا لو عشت النهاردة مش عايش بكرة. والعروسة اللي عندي بنت ناس وعينيها مليانة وعينيها منك كمان. ضحكت وقلت لها: هو دي مين بقى يا ست الكل؟ قالت لي: أحلام، صاحبة هدى أختك، بنت ناس ومحترمة وأهلها ناس ولاد أصول، معلمين بنتهم ومربينها، ولو لفت الدنيا دي كلها مش هتلاقي زيها. عيني لمعت من الفرحة لما سمعت كلام أمي. أصلا أنا عارف أحلام كويس، وبصراحة كان بالنسبة لي حلم صعب إنه يتحقق. قلت لها: بجد يا أمي؟ بجد اللي انت بتقوليه ده؟ قالت لي: وانا يعني هضحك عليك؟ وفعلا اتقدمت الأحلام وشفت في عينيها القبول والفرحة. والغريب ان رغم مستواهم المادي كويس جدا الا انهم ما كانوش اوفر في طلباتهم، بالعكس. باباها قال جملة واحدة لما سألته عن المهر والمؤخر والقايمة. قال لي جملة واحدة: من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال. مهر بنتي ومؤخرها انك تكون راجل وسند وقت الشدة، ووعدني انك عمرك ما تخذلها. ابتسمت وعرفت ان امي كان عندها حق لما كانت دايما تقول: خد بنت الاصول ولو بارت تعيش معاك حتى لو الايام دارت.
ربنا كرمني ببنت أصول، وكمان صغيرة وحلوة ومش بايرة. رديت وقلت له دي في عينيا يا عمي، وأوعدك إنك مش هتندم إنك جوزتها لي في يوم من الأيام. وسبحان الله، أحلام كان أدمها أدم الخير والسعد، وبعد الخطوبة توظفت في شركة محترمة وبمرتب محترم، وتمت الجوازة اللي كانت في أوضة في شقة أمي. ورغم إني كنت خايف لأن أحلام كانت عايشة في مستوى كويس، كنت خايف إنها تتضايق من العيشة اللي على قدها دي، إلا إني لقيتها إنسانة في منتهى التواضع، ولا عمري سمعتها بتقول كلمة لأمي غير يا ماما أو انت تأمري يا ست الكل. حتى أمي كانت بتحبها يمكن أكتر من أختي هدى نفسها. ولما هدى أختي اتجوزت وكان يلزمها جهاز، كانت أحلام اللي بتفكر معايا وتدبر في المصاريف عشان تستر أختي وتساعدني على جهازها. ولما أحلام حملت، فرحت إن ربنا هيرزقني باللي يربط بينا العمر كله، وربنا كرمنا بأجمل بنوتة في الدنيا، واللي هي قالت هتسميها دنيا عشان تبقى دنيا عمر وأحلام. ولما كان بيحصل بينا أي خلاف زي أي اتنين متجوزين، كانت بتشتكيني لأمي وعمرها ما طلعت سرنا بره. بس من فترة حياتنا كلها اتقلبت، وده لما لاحظت إن أحلام متغيرة وعلى طول قلقانة وسرحانة، حاسس إن في حاجة غريبة. وكل ما أسألها مالك تقول لي مفيش، أصل بابا تعبان اليومين دول. لحد ما جيت النهاردة وسمعتها وهي بتكلم عشقها اللي شكله كان بيهددها وعايز فلوس. كنت بضرب على دماغي وأنا بقول يا خسارة يا خسارة يا بنت قلبي، كسرتيني منك لله. بعد ساعة سمعت الجرس بيرن، وفتحت لقيت أمي وأختي داخلين عليا وبيضحكوا ومبسوطين وبيسألوا على أحلام. ما كنتش قادر أرد عليهم ومش عارف أرد أقول لهم إيه. بس لما شافوا دنيا بتعيط، هدى استغربت وسألتني في إيه يا عمر وفين أحلام. دنيا قالت لهم بابا ضربها وخلاها تعيط ومشيت. أمي ضربت بإيديها على صدرها وقالت لي يا لهوي يا لهوي يا ابني، إيه اللي البنت بتقوله ده؟ قعدت على الكرسي وأنا منهار وحكت لهم على كل اللي حصل. أمي قربت مني فجأة وراحت ضربتني بالقلم وقالت لي اخس عليك، ما كنتش أعرف إني ما خلفتش راجل يقدر يصوم بنات الناس. كنت فاكراك راجل هيقدر قيمة الست اللي عايشة معاه على الحلوة والمرة. وشالت أمه. إزاي تصدق إن واحدة زي أحلام تعمل اللي أنت بتقول عليه ده؟ أنت عارف أنت عملت إيه؟ أنت ظلمت بنت الناس بالباطل. قلت لها بالباطل؟ بالباطل إزاي يا أمي؟ أنا سمعتها بودني وهي بتقوله بلاش فضايح وأنا هجيب لك الفلوس اللي أنت عايزها. أختي ردت وقالت أنا لازم أقوله الحقيقة يا أمي. اسمع يا عمر، الراجل اللي أحلام كانت بتكلمه ده وكان عايز منها فلوس، ده كان عشاني أنا. اتصدمت لما سمعتها. قلت لها انت بتقولي ايه؟ انت مجنونة؟ ايه اللي انت بتقولي ده؟ قالت لي انا هحكي لك الحكاية من الأول. أنا في يوم كنت خارجة مع واحدة صاحبتي، كنت عايزة اشتري شوية هدوم. قالت لي ان في محل بيبيع البراندات بأسعار رخيصة، وإنه ممكن يعمل لنا تخفيض عشان صاحب المحل حد تعرفه. فرحت ورحت معاها واشتريت كام فستان ودخلت البروفة عشان أشوفه وأشوف المقاسات عليا. وما كنتش أعرف إنه حيوان وحاطط كاميرات في البروفات، وإنه بيصور البنات وبيبتزهم بالصور وبيطلب منهم مبالغ كبيرة قوي، وإن صاحبتي دي هي اللي بتجيب له البنات والستات اللي تعرفهم. ولما لقيته بعت لي صوري خفت من أيمن جوزي. انت عارف إنه شخص غيور وعصبي. لجأت الأحلام وهي اللي قالت لي ما تقلقيش، واتصلت عليه واتفقت معاه إنها هتديله المبلغ المطلوب قصاد إن يدينا الفيديو. قلت لها الكلام اللي بتقوليه ده حقيقي يا هدى؟ قالت لي والله العظيم حقيقي، حتى أمي تعرف الموضوع، واضطرينا نخبي عليك عشان دي كانت رغبة أحلام، خافت عليك لحسن تتهور مع مجرم زي ده. ما كناش نعرف إن كل ده هيحصل. كلام هدى كان زي الخنجر في قلبي، ما كنتش عارف أعمل إيه وإزاي أكفر عن الجريمة اللي عملتها. خرجت أجري عشان أروح لأحلام وأتأسف لها، بس لما وصلت بيتها عرفت إن أحلام وصلت عند أهلها وهي في حالة انهيار واغمى عليها. ولما جاب الدكتور قال إنها اتعرضت لصدمة نفسية شديدة.
نزلت دموعي أول ما شفتها نايمة على السرير، لا حول ليها ولا قوة. قربت منها ومسكت إيديها، كنت بترجاها تفوق وتسمعني، كنت عايزها تسامحني على غلطتي في حقها. قلت لها أنا عرفت كل حاجة من هدى، وعرفت قد إيه أنا خذلتك. أنا غلطان إني شكيت فيكي، غلطان إني ما حاولتش حتى أسمعك. سامحيني يا حبيبتي. سمعت أبوها بيقول لي تعالى معايا يا ابني، وأخدني معاه على الصالة، ولقيته بيقول لي اسمع يا عمر يا ابني، انت لما جيت وطلبت ايد بنتي انا وافقت عشان اخلاقك اللي كانت بتشفع لك، لكن اللي حصل النهارده ايا كان اللي بينكم ما يصحش انك تسيب مراتك تخرج وهي في الحالة دي من بيتك. ده مش تصرف رجالة ابدا. انا معاك ان احلام غلطت لما خبت عليك، بس كنت هحترمك لو كنت اديتها حقها في الدفاع عن نفسها وسمعتها على الاقل، او يا سيدي كنت جبتها للراجل اللي اخدتها منه وقلت له بنتك غلطت. كنت هقول عليك راجل امين ما بترميش بنات الناس في الشارع بكل سهولة كأنها ولا تسوى. وفي الاخر طلب مني ان اطلقها، رفضت وقلت له تفارق روحي جسمي قبل ما فارق احلام. ومرت شهور وانا كل يوم اروح اترجى احلام وابوها عشان ترجع، واخيرا وافق، بس بشرط ان اتنازل ليها عن الشقة والعربية، وان امضي ايصالات امانة بقيمة القايمة اللي اصلا ما كتبتهاش لما اتجوزتها زمان. انا استغربت من طلباته وقلت له ايه اللي يجبرني ان اوافق على كل طلباتك؟ دي احلام مراتي واقدر اخدها في اي وقت، بس انا مش عايز اغلط اكتر من كده. انا عارف اني غلطت في حقها، بس ما يبقاش الكلام بالشكل ده. قال لي والله ده اللي عندي، انت لما جيت وطلبتها من ايدي ما عملتكش زي الناس، ولا طلبت منك اللي يقطم ظهرك، بس قلت لك تبقى ليها الظهر والسند وقت ما تحتاجك وعمرك ما تخذلها. بس اللي عملته كان في منتهى الخذلان، وبسببك أنا غيرت كل أفكاري ومعتقداتي، وهعمل زي ما كل الناس بتعمل. بنتي مش قليلة يا عمر بيه. سبت ومشيت وأنا مش عارف أعمل إيه. هو أنا عارف إني غلطان، بس هي كمان غلطت لما خبت عليا، وأي راجل مكاني كان هيعمل كده يا ناس. ولما رحت لأمي وقلت لها على طلبات حماية قالت لي عنده حق، ولقيتها بتقولي لما الراجل عاملنا بأصله واستأمنك على بنته ما كنتش قد الأمانة، دلوقتي خليه عاملك رسمي، يمكن ساعتها تصونها وتحطها في عينيك. وعشان كده أنا عايز رأي إخواتي كل اللي بيسمعوني، يا ريت تقولوا لي رأيكم. فعلا حماية عنده حق والمفروض إن أنا التزم بكل اللي طلبه، ولا أبوها ما عندوش أي حق في الطلبات اللي طلبها، وإنه مزود الموضوع، وإنه مفروض يعدي ويفوت لأن أنا كان غصب عني وما كنتش شايف قدامي؟ أرجوكم قولوا لي أعمل إيه.